نشكرهم على قبول طلبنا، ونحن الآن في مرحلة وضع حجر الأساس. نرحب بضيوفنا الأعزاء وعلى رأسهم المهندس عبد الرحيم أبو خالد من شركة الليذر. ثم نشكر الإخوة في الندوة بدءا من الأمين العام إلى آخر عامل في الندوة، والإخوة الشركات المتعاونة مع الندوة، جزاهم الله خيرا. ضيفنا الكبير، ضيفنا الشرف الذي قطع مسافة بعيدة جاء إلينا من بلاد الحرمين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، أبو خالد. حياكم الله أيها الأخوة الحضور، ونرحب بكم جميعا فردا فردا بهذا الاستقبال الحار، وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين إن شاء الله. الإخوة الأعزاء الذين جئتم لزيارتنا في هذا المكان، وجئتم لنا بهذا المشروع الكبير المتكامل الذي يضم مسجدا وفصول دراسية وبيت ومكان وضوء، وهذا المشروع الكبير بهذا الحجم، ونشكركم على هذا المشروع الكبير. أظن أول مشروع تنموي أو تعليمي في هذه المحافظة كاملا، خاصة من الجمعيات ومن الهيئات الإسلامية. الندوة العالمية للشباب الإسلامي الذي سمحت لنا وقبلت مشروعنا الذي قدمته جمعية الهدى للتعاون والتنمية، وضعتها في أعناقكم الآن، والآن أمانة عندكم، بحيث تهدف أن تستفيدوا منه وأن تجعلوه منبر خير لكم ولأبنائكم إن شاء الله، في دينكم ودنياكم إن شاء الله. كثافة سكانية مسلمة كثيرة، ولذلك يعني فوائد هذا المدرسة كثيرة. نشكرهم على قبول طلبنا، ونحن الآن في مرحلة وضع حجر الأساس.